له تجددت بخصوص التأهل. النهارده ضربة جزاء ضاعت في آخر ثانية لأطهر الطاهر بعد ما كان الأهلي هيخرج بره دخل جوه الحسابات. رأيك إيه وتابعت المباراة النهارده إزاي ما بين سان داونز والهلال؟ بص خلينا نتكلم ان انا كنت متوقع ان سان داونز هيسيب الماتش، بس في الحسبيه برضو سان داونز عايز يبقى اول. ماشي؟ دي اول حاجه. قلت لك لا خد بالك. أنا توقعت إن الهلال هيكسب بصراحة. لا بس انا قلت لك سان داونز ممكن ما يسيبش الماتش. وقلت لك لو حصل عكس كده بس المباراه رايحه ان هم متفقين على التعادل عشان نتكلم. لا التعادل ما يوصلش الهلال. ماشي. لا بس ضربة جزاء في الآخر يا كابتن إبراهيم. بس لا الحكم بس جت ضربة الجزاء. لا انا بتكلم الحكم يعني انا دلوقتي كاطهر يعني خد بالك النهارده الحكم نازل عايز يكسب. لا يعني هم واضح ان هم اللي عاملين ضربة الجزاء. لا انا مش مقتنع بكده طبعا. حلو، لكن وضربة الجزاء الجون صدها. مستحيل انا كلاعب في الهلال. انا بتكلم في نقطة ابراهيم اللي ابراهيم قالها ان هم متفقين على التعادل مثلا صح؟ انا متاكد. لا ده ما يوصلش الهلال 100%. ماشي ده الجول. لا بالعكس خد بالك انت لو طبيعي سان داونز لو لعب الفرقه فول تيم هيكسب. لا هو انت لا لو لعب بالقوه بتاعته اللي هو نازل مهتم بالماتش ويعني الماتش ده لو بالنسبه له مهم جدا ان هو يكسب سان داونز تكسب. لو عايز يسيب كان ساب يا ابراهيم برضه كان خسر. ماشي انا متفق مع الكابتن وائل. بس خلينا نتكلم بس هم ما كانوش شادين النهارده. مش شادين بالعكس وده طبيعي. شوف كم من نقل كوره ورا وبالكعب كتير وبتاع يعني وفاتحين الملعب والمباراه. بس اقول لك على حاجه. تحس ان المباراه وديه. الهلال ضيع فرص صح وراح والجيم كان مفتوح صح. طب انت مش ملاحظ حاجه ان انا قلتها الماتش اللي فات لو تركز انا قلت لك فرقه سان داونز تعرف تلعب على الديفنس بتاعها بشكل كويس قوي. بدليل لما قلت لك حتى الكورتين الثابتين بتوع قفشه ان هم اصلا ما بيعرفوش لانهم لعيب الكوره. انت اللي ما قدرتش تستغل كده كنادي اهلي. هو ممكن يكون الهلال استغل الحته دي. ليه ما بتفكرش مثلا مش سان داونز بصراحه؟ لا ليه ما بتفكرش في الحته دي؟ يعني دول سان داونز؟ لا هو النهارده في الماتش افضل حاجه. لا انا بتكلم على الحته الدفاعيه بس. خد بالك ما اتكلمتش على ما سان داونز خد بالك راح كتير وضيع. بس انا بكلمك على الحته الدفاعيه بس. ده اثبت ان انا كلامي صح ان انت ممكن لو ضغطت عليهم لان هم لعيب الكوره وبيقفوا حتى ساعات غلط. وانا قلت لك حتى الجون بتاع بيرسي تاو لو تفتكر الراجل اصلا اللي مقابل ده دخله جوه لحد ما جاب الجون. هو المفروض يقابله من بره. لا هم في هم لعيب الكوره فتحس ان هم مش التنشن قوي عارف انت مش اللي هو الاجريسيف في الحته دي. فانت ما استغلتهاش. ممكن يكون الهلال اشتغل على الحته دي. طب انت مقتنع بالهدف بتاع الهلال اللي هو التعادل ده؟ لا هو ده اللي هو انها اتقطعت من ما دي بتحصل السنه ما حصلت قبل كده في اوروبا كتير. حصلت مع اليسون السنه دي. لا عشان هم بيلعبوا كوره يا جماعه. لا اسمع بس عشان هم بيلعبوا كوره وحصلت كتير في اوروبا. بس هي مقصوده من حارس المرمى على فكره وباينه جدا ان هو يعني بس يا كابتن ممكن حد يرد عليك يقول ايوه ما سابش ضربه جزاء. خليني اقول لك على حاجه. ان المدافع لما جات له الكوره ورجعها ان هو عنده مساحه يمسك الكوره ويمسك. طب اقول لك على حاجه عارف انت كده مش لازم يرجعها. لا عارف كده انت بتقول يا ابراهيم. لا هو بيرجع الكوره كتير وحصل كده مع النادي الاهلي. انا بتكلم ان المدافع عنده مساحه. حتى لو بتحصل كتير بس في ظروف مختلفه. لا انا ممكن اقول لك على حاجه. عارف ده معناه ايه؟ انتوا مقتنعين؟ لا عارف ده معناه ايه؟ خد بالك حارس المرمى متفقين على التعادل وقال له ايه؟ حارس المرمى العبها لي ناحيه اليمين بقى ضربه الجزاء وصدها. بس حارس المرمى بتاع سان داونز يعني كان شويه هيقوم مسك الكوره كده اداها له يقول له حط. طب صدق الكوره ليه بتاع ضربه الجزاء؟ انا هسالك سؤال يا كابتن ابراهيم. انت دلوقتي داخل تشوط ضربه جزاء تمام وضربه الجزاء دي انت جبتها تاهلت رسمي ومش هتبص الماتش كبير زي الاهلي على ملعبه. فرقه سان داونز هتشوطها اتغفلت لقيت مره واحده ضربه جزاء فتلاقي الموضوع هيتصعب فهم مركزين. لا ما فيش حاجه اسمها ضربه الجزاء. ضربه الجزاء ان انا صدها هو بمزاجي على فكره. خد بالك كمان الحاله بتاعت لاعب الهلال كانت لا مالكش دعوه بالحاله. لا مين يقول مين يقول ان لا هم حسوا بقى في الدقيقه 92 لا ده حسوا انها ضربه جزاء. الحكم هو اللي ساعدك. لا يا كابتن الحكم ساعدك. الحكم عمال يساعدك من بدايه الحكم ده مش طرف. لا ازاي ده؟ لا اتفاق. هو الحكم ما كانش كويس. كان وحش جدا. الحكم وحش جدا ما عنديش مشكله بس الحكم مش طرف. يعني ايه يا امير مش قصدي يعني اتفاق الفرقتين الحكم ده خرجه. ايوه هو الحكم بقى كان ليه راي. بقى ان الحكم ده جاي على سان داونز دي قصه ثانيه بقى جدا. ايوه دي قصه ثانيه. هو النهارده الحكم عايز يكسب ماشي. ما هو بس مش طرف. مش طرف. اقول لك على حاجه كابتن وائل. انت مجمل المباراه النهارده مش دي فرقه سان داونز اللي احنا اتفرجنا عليها مش الاداء بتاعها. تمام. انت شايف ان كان في اتفاق على التعادل؟ انا وجهه نظرك كده طبعا كابتن وائل. لا طبعا لان اصلا التعادل مش هيوصل. بص هقول لك على الهلال لو خسر وتعادل مع النادي الاهلي هيوصل صح؟ الهلال لو اتعادل وخسر من الاهلي هيخرج
يبقى هو لازم يتعادل مع النادي الاهلي، الا لو خسر بنتيجه معينه 2-1 هي اللي توصله. فهو هل هو ضامن انه هيخسر بنتيجه 2-1؟ خد بالك انت طيب الهلال برضه ان هو يجي يلعب عندك هنا يلعب على التعادل. بنتكلم كلام ايوه بس طيب انا لو قدامي ان انا احسم يا كابتن ابراهيم من ضربه جزاء هحسم واريح دماغي. في كلتا الحالتين اتعادل خسر يبقى لازم يلعب على التعادل. ثواني بس، والله انتوا مقتنعين باداء سان داونز النهارده؟ لا هو مش احسن حاجه، لا بشرح ابراهيم حاجه والناس مش احسن حاجه، لكن في كل الاحوال ما اعتقدش وده طبيعي. هل النادي الاهلي لو هو وصل انت فاهم مش هيغير ناس كتيره مثلا؟ يعني انت النادي الاهلي الماتش سهل جدا بتاع القطن ده تمام، هل هو لما جه في الدقيقه 60 ولا 57 وغير 4-5 عشان الناس تخش في الجيم، هل هو لو كان ماتش صعب قوي زي سان داونز كان هيغير التغييرات دي؟ اذا كل واحد على حسب الحاله بتاعته ما تقدرش تعاتبه، وده صح مش غلط ان هو يريح الناس او الناس تلعب وهم مستريحين، عكس ما يبقى الامور. بتشوف ردة فعل